عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ صلوا على النبي كده. وهنبدأ النهارده فيديونا هنعمله معاكم عجينة البيتزا. يلا بينا نبدأ. نصلي على النبي ونسمي بسم الله، واهم حاجة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتحطوا لي لايك يا حبايب قلبي. يلا بينا نبدأ ونقول بسم الله. معانا بوله كده فاضيه نضيفه فله. هناخده بالظبط كوبايتين دقيق. صلوا على النبي يا جماعة. ادي واحد، بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله. وادي التانية كده معانا كوبايتين دقيق. كوبايتين دي حلوة قوي يعني. تمام. وهنجيبه معلقة لبن بودرة. بالشكل ده كده يا جماعة. صلوا على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا مش هننسى معلقة سكر. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط معلقة كمان عشان المعلقة دي صغيرة. بسم الله. وهنحط كيس خميرة. صلوا على النبي كده يا جماعة في الكومنتات. واحلى طريقة بيتزا، وهنعمله مع بعض كمان الصوص. ادي كيس خميرة اهو يا جماعة، هنحطوه. المقادير دي هتطلع معاكم عجينة ان شاء الله ناجحة وحلوة قوي. واهم حاجة في المكون ده عشان العجينة تطلع طرية معاكم وهشة، علبة زبادي. علبة زبادي اهي صغيرة اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. مش هننسى ذرة الملح. تمام. واهم مكون انا بحب احطه اللي هو الزعتر. بسم الله الرحمن الرحيم. رشه صغيره كده مع العجينه. وهنبدا نقلب المكونات دي كلها كده بالمعلقه، وبعد كده هننزل عليهم بالميه واحده واحده على حسب نوع الدقيق بتاعكم. ممكن احط كوبايه ميه، ممكن يحتاج كوبايه وربع ميه على حسب. هنقلب كده ونبدا بعد كده نقلب بايدينا. بصوا كده يا جماعه، بدأنا نعجن بايدينا، وما ننساش نحط 3 معالق زيت كبار. ده هتدي معانا العجينه وهتخش وتبقى حلوه قوي. هنقول بسم الله ونبدأ نعجن وارجع لكم تاني. بصوا كده يا جماعه اهو، ما شاء الله، الله اكبر، اللهم صل على النبي. لازم نعجن كده كويس قوي. العجن هو اللي هيدينا عجينه ناجحه. بسم الله الرحمن الرحيم. نعجن كده بالظبط 3 دقايق. بصوا العجينه ما شاء الله، ولا بتلزق ولا بتعمل اي حاجه. بصوا المنظر ما شاء الله. نعجن كده كويس، ولا بتفرفت ولا بتعمل اي حاجه. نعجن كده نفس الطريقه دي. نقدر نعجن. طلعي غلك فيها بقى وانتي بتعجني كده. صلوا على النبي يا جماعه، ما شاء الله، الله اكبر. عجينه مرتاحه. نبدا نعجن كده كويس يا جماعه. العجن هو اللي هيدينا نتيجه ايه